السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير، طمنونا عليكم. النهاردة موضوعنا مهم جدا، إزاي تتعاملي مع أخت جوزك؟ إزاي؟ بص يا ستي، أخت جوزك مش عايزاكي تبقي أحسن منها، ده رقم واحد. أخت جوزك مش عايزة تحس إن أنت بعد أخوها عنه. أخت جوزك مش عايزة إن هي مثلا أخوها بعد ما كان بيجيب لها حاجة كويسة ولا حاجة حلوة يخش عليها تتقطع. أخت جوزك مش عايزة إن أنت تزعل أخوها. أخت جوزك عايزة تبقى تحسوا إن أنتوا واحد، كأن مفيش حاجة حصلت، كأنك أنت ما اتجوزتش أخوها أصلا. فهتعملي إيه؟ عد معايا يا ستي. رقم واحد، أنت اتصلي بيها وتطمني عليها، عاملة ايه يا حبيبتي، عاملة ايه يا قلبي، عاملة ايه في الشتي كده. خلاص انت لسه مكلمها مفيش حاجة. تاني حاجة، انا رايحة اجيب، ما تجيب لك معايا؟ انا رايحة اعمل، تيجي معايا؟ انا رايحة اسوي، تعالي معايا. وايه، وكل شوية كلميها كأنكوا صحاب. كأنكوا صحاب، انت خالص موضوع ان انت مرات اخوها ولا هي اخت جوزك. خليكوا كده مع بعض كأنكوا زي الحلاوة كده، والسكينة في الحلاوة والكلام ده. ظبطيها. ظبطيها ازاي؟ قابليها كويس، قولي لها تعالي اقعدي معايا، تعالي نوريني. لان اخت الراجل حاطه في بالها ان مرات اخوها مش عايزه تروح عندها اصلا، مش عايزه تجيبها، مش عايزه توديها عندها فانت قولي لها تعالي اقعدي معايا شويه، تعالي نخرج، تعالي نجيب، تعالي نسوي، انا جبت كذا، ايه رايك انا وصاحبيها. وكده يبقى انت كسبت اخت جوزك. وآخر كلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.